هنتفرج على ايه في رمضان؟ تحليلات رمضانية، كشف مستعجل. المسلسل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، والبنت المزة اللي طلعت في مسلسل إيجار قديم بيقولوا اسمها إلهام وجدي، وكانت ملكة جمال في 2009. المسلسل بيميكس ما بين الكوميديا والجريمة، ودي حاجة ما شفناهاش قبل كده، وده نفس الميكس الغريب اللي قدمه مصطفى خاطر في البيت بيتي، كوميديا ورعب. المهم ان البطل محمد عبد الرحمن اسمه سهام، ليه؟ علشان هو شخصية مهزوزة. اتمنى الكوميديا الموقف اللي بيقولوا موجودة كتير في المسلسل ما تبقاش بالطريقة دي. اللي بعده جعفر العمدة، محمد رمضان العمدة، وزينة البنت اللي مش من توبه اللي بيشقى وراها بيشقينا معاه، وغالبا هو بيتجوز كتير. على ذمته 3: ايمان العاصي ومنى فضالي ومي كساب، وامه الفنانة القديرة هالة صدقي. وطبعا عدوه اللدود في السجن بيخطط ازاي يذل العمدة وبيت العمدة والعمودية كلها. اللي بعده الإمام الشافعي، خالد النبوي بيتكلم عن الإمام الشافعي وتأثيره في الخطاب الديني في مصر. وما طار طير وارتفع إلا كما طار. فنتمنى تكون مخارج الالفاظ دي البرومو بس، علشان صناع المسلسل قالوا ان هم جايبين مدربين لغه للفنانين، وكمان علموهم المبارزه والفروسيه. اللي بعده ضرب نار، الكابل الحرش جدا العوضي وياسمين عبد العزيز، اللي اسمها في المسلسل اسم حرش برضه، اسمها مهره بنت شقيانه من شبرا، والعوضي اسمه جابر الكوماندو اللي جابر التاني حلال على التاني. اللي بعده سوق الكانتو، امير كرارة لاول مره بره شخصيه باشا مصر، معاه الفنانه الاكثر رقه الاكثر انوثه الاكثر كل حاجه ماعز الدين. المسلسل في حقبه تاريخيه بحبها، وبيتكلم عن التجاره والتجار في وقت الاحتلال الانجليزي لمصر، وبالتحديد تجاره الباله، الهدوم المستعمله يعني، عشان كده اسمه سوق الكانتو. اللي بعده عمله نادره، المسلسل كالعاده هيبتدي بمشاهد كلها فرحه وانبساط وكادرات ملونه والفنانه لابسه ملون وحاطه روج. 29 حلقه بقى عكس كل ده علشان جوزها مات تقريبا بسبب الطار. المهم ان نيلي داخله المسلسل بجوزها الحقيقي. لا ده مش كده وبس، واخيرا احمد عيد، وحشتنا والله يا فنان. اللي بعده احمد امين. بس كده خلاص، انا مش محتاجه اقول حاجه تانية، اصل اتفرج على برومو المسلسل دي كاني بعد وراه، عيب، بس انا اتفرجت علشانكم. احمد امين اب ل3 ولاد في مراحل عمريه مختلفه، بس كلهم في المرحله اللي الولاد بيكتشفوا فيها حنجرتهم ويبداوا يجعروا في البيت. وغالبا وعلى حسب ما فهمت ان الصفاره دي هي آلة زمن نقلته من زمن لزمن، هو في اب ل3 ولاد دول، وطول المسلسل هو بيحاول يتعامل معاهم. اللي بعده مذكرات زوج، طارق لطفي اب حلو بيتعالج نفسيا عند خالد الصاوي، حلو علشان بتجيله كوابيس بتخليه يخطط لقتل مراته. لا اله الا الله، الدكتور بتاعه بيطلب منه يسيب البيت ويدور على نفسه، ايوه بيروح الجيم ويدور على حب عمره، ومراته تبدا تروح دروس يوجا ورقص شرقي، وتشترك في جمعيه قويه جدا للستات القادرين على التحدي وعلى المواجهه. انا والله ما قادره لكم. اللي بعده علاقة مشروعة، من اسم المسلسل كده هو بيدور حوالين علاقة غير مشروعة، بس احنا طول المسلسل بنحاول نشرعنها. الفنان ياسر جلال بيخون مراته داليا مصطفى مع مرات صاحبه، والمسلسل 15 حلقة بس علشان الشهر الفضيل وكده. اللي بعده جميلة، لايف صار لكن جميلة، ريهام حجاج، طالعة محامية شرسة جدا جدا وحقانية جدا جدا، واضح كده ان هي ماسكة قضية ضد سوسن بدر، وسوسن بدر ست ارستقراطية جدا كالعادة، وهتوديها ورا الشمس، فهل هتوديها فعلا ولا لا؟ ده اللي هنعرفه. اللي بعده الف حمد لله على السلامه، الله يسلمك. يسرا كل رمضان بتبقى عامله عظمه على جنب من غير دوشه. رمضان اللي فات كانت عامله احلام سعيده وكان تحفه تحفه تحفه، 3 تحفه. لما اكبر عايزه ابقى يسرا. المسلسل بيدور حوالين الحاجه سوسو، طنط سوسو، نانا سوسو. مين هي بقى سوسو؟ هموت واعرف. اللي بعده دكتوره صفيه عاطف الفارس، عمده تل شبوره روبي، بس كده. وده ازاي؟ علشان المراه تستطيع. اللي بعده تحت الوصايه، المسلسل اللي عمل حوارات كتير من قبل حتى ما ينزل البرومو بتاعه، والناس حكمت على المسلسل من حواجب منى زكي، اللي بتقوم بدور واحده جوزها مات وساب لها طفلين، فبتضطر تنزل تشتغل شغلانات صعبه زي الصيد، فكانت بتتخفف شخصيه راجل علشان تعرف تشتغل وسطهم من غير ما حد يضايقها. اللي بعده جت سليمه، دنيا سمير غانم اسمها سليمه، بتلاقي نفسها هي واخوها في مكان غريب من زمن قديم، ومش عارفه ايه اللي وداهم هناك، والمكان شبه اغربها مدينه علاء الدين، وانا بحب ديزني واللي منها، فتمام. دلوقتي بقى نقدر نعمل الفيفوريت ليست على واتش.